اقول شغ ندى. اي. طبعا انا اسف على ايش؟ على البارحة. بخصوص البارحة انا حيل اسف واعتذر. وندى انا بصراحة اريد اقول لك شغلة وخجلان منك حيل والله صدق، يعني ما تشوفيني هسه ما اضحك لان انا حيل خجلان منك. شنو؟ انا البارحة غلطت بحقك واليوم احب اصارحك بموضوع واتمنى ما ترديني قدام المتابعين وقدام الموجودين والبث راح يصور. انا احب اطلب منك طلب واتمنى ما ترديني لان بصراحة ندى يعني وحتى لو يظل عندي مشاهد واحد بالبث هذا عادي. ندى مستحيل يطلع وياه بعد، وهذا اخر لا حرام. اسمعي حرام. اللي قاعدة قدامك، شوف أنا فضلت أضحك وياك ساعة واثنين وثلاثة عشان أستناك تفتح السالفة أنت بنفسك. اللي قاعدة قدامك يا حسام هي شخصية ندى. هي استنى خل افهمك، استنى خل اكمل. لما أكون ندى بتتكلم ننة بتتكلم ما أسمع لا صوتك. اكمل كلامي ندى. لا ندى قاعد اتكلم بجدية، كمل وبعدين ارجع. ف البارحة غلطت بحقك واكيد شفت المقطع، فانا جدا اعتذر منك واريد اصارحك بشغلة. طبعا اني من شفتك قمت اضحك وحتى باللقاء تدرين سمعتي ايش قلت اني. فهسه انا جاي اطلبك بموضوع. انا جاي اول شيء لازم تقومين. ارجع لي ورا. كمان نو ندى، اريد اصارحك بشغله واريد اقول لك. طبعا انا من صعدت وياك لحد هذا اليوم اريد اطلب ايدك تجيب لي هذاك الدب. هذاك الدب عاجبني عندك من اول ما صعدت، انا مخيل على الدب. امانه الله ما تدزي لي اياه. هي واللي هم هذا امانه الله عاجبني فول. تصدق انا واحده ما استحي على وجهي ان انا قمت من على الكرسي. والله صدق انا ما استحي من، اقسم بالله انا ما استحي من على. اقول لك شيء، انت لو اخر رجال في العالم ما اتزوجك يا حسام يا ابن المزرعد. من هو مزرعد؟ مو ابوك اسمه مزرعد؟ ايه. ابوك وش اسمه؟ ها والله ما اتزوجك يا حسام يا ابن ورده. ولا بلاش تجيبين اسم امي. انا اعرف اسم امك اسمها ورده. وانت